لو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة اعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا. عمرك سألت نفسك ليه مصر مش عندها بترول بنفس ضخامة السعودية وليبيا رغم ان السعودية شرق مصر وليبيا غربها؟ الموضوع كله تقريبا يرجع للجيولوجي. مصر فعلا عندها بترول لكن الثروات البترولية مش بتتوزع بالتساوي على الخريطة. السعودية موجودة فوق واحد من أغنى الأنظمة البترولية في العالم خصوصا الأريبيان بليت، وفيها أحواض رسوبية ضخمة وريزرفوارز كبيرة وغطاء صخري حافظ على البترول والغاز لملايين السنين. أما ليبيا فعندها هي كمان سيديمنتري بيزنز ضخمة جدا زي سيرت بيزن، وده واحد من أهم وأغنى الأحواض البترولية في أفريقيا. طيب ومصر؟ مصر عندها أنظمة بترولية مهمة جدا خصوصا في الجلف اوف سويز وويسترن ديزرت وإيستر ميديترينيان ونايل دلتا، لكن حجم وتوزيع البتروليوم سيستمز عندنا مختلف ومش كل المناطق عندها نفس التركيبة الجيولوجية الموجودة في السعودية أو ليبيا. والغريب إن مصر عندها ميزة تانية كبيرة جدا وهي الناتشرال جاز. اكتشاف زحر في البحر المتوسط أثبت إن مصر ممكن يكون عندها موارد ضخمة جدا في أماكن مختلفة عن مناطق البترول التقليدية. يعني المشكلة مش إن مصر ما فيهاش بترول، فين يتكون البترول وفين يتجمع وقد إيه ممكن يتراكم. وعشان كده ممكن تلاقي دولتين جنب بعض لكن واحدة عندها احتياطيات بترولية هائلة والتانية عندها موارد أقل أو مختلفة. وده واحد من أهم أسرار عالم البترول. الجغرافيا السياسية بتحدد حدود الدول لكن الجيولوجي هي اللي بتحدد مكان الثروة. ولو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة اعمل لايك واشترك في القناة.